هتصدقني لو قلتلك إن الكعب العالي كانت بدايته في أرض المعركة؟ أول ناس لبست الكعب العالي كانت الرجالة في بلاد فارس. في الحروب الفرسان كانوا بيستخدموا الكعب عشان يثبت رجلهم في السرج فيقدروا يضربوا السهام بدقة وهم فوق الخيل. بس اللي حصل إن الكعب موقفش عند الحرب. في نهاية القرن الستاشر بعثة إيرانية وصلت أوروبا، فالأوروبيين انبهروا بمظهرهم، والكعب العالي بقى ترند وقتها وكان رمز للفخامة والقوة العسكرية. ومع الوقت وصل للقصور والأغنياء وبقى رمز للتباهي. وكل ما الكعب يطول يبقى معناه إن اللي لابسه مش محتاج يشتغل أو يمشي لمسافات طويلة. حتى ملك فرنسا لويس الرابع كان بيلبس كعب عالي أحمر عشان يبان أطول وأكتر هيبة. والمفاجأة إن أول نساء لبسوا الكعب ما كانش للزينة، لكن لبسوه عشان يبانوا بشكل ذكوري كنوع من التمرد وقتها. ومع دخول عصر التنوير بدأت الرجالة تستغنى عنه وتسيبه للستات، ومن وقتها اتحول من رمز للقوة والسلطة لواحد من أشهر رموز الأنوثة في العالم. قول لنا بقى في التعليقات، كنت تعرف المعلومة دي ولا أول مرة تسمعها؟ وأشوفكم الفيديو الجاي. ونسيت أقولك، قبل ما تفكر في بكرة لازم تفهم من باقي الحلقة.